صلي على النبي وتعالى اقول لك على السريع ازاي تعمل المهاره الجديده اللي ضافت معانا. بص يا باشا، طبعا زي ما انت شايف كده في مهاره جديده ضافت معانا وهي المهاره دي اهي. زي ما انت شايف مهاره مفيده جدا وهتنفعك حتى في الشوطات. بص لما تيجي تعملها اهو وتشوت بتحسن الشوط عندك وبنسبه كبيره هتبقى جون. تعالى اقول لك ازاي تفعلها. مبدئيا انت تخش على الاعدادات من هنا، تخش على سيتنجز، هتلاقي في حاجه جديده اتضافت معانا اسمها فينت كوماند تايب. عندك ايزي وسمارت وادفانسد، هتخليها ادفانسد او متقدم. بعد ما تعملها وتدوس دن هتقوم راجع وتعمل ايه بقى؟ زي ما انت شايف اللاعب عندك اهو، هتروح على زرار الداش او الجري وتدوس عليه 3 مرات، ادي 1 2 3 اهو. هتلاقي اللاعب بيعمل المهاره على طول، بس لازم عشان تظبط معاك تعملها 3 مرات ورا بعض او زي ما انت شايف عشان تظبط. مالك بتستو في ايه؟ الله عليك بتستو. لا مش هنعملها بتستو، خلينا يا باشا نعملها بالحاج الروشفير اهو. اهو الحمد لله ظبطت مع راشفورد. بص وبتضمن بنسبه كبيره ان الكوره تبقى جون. وكده انا اكون عرفتك ازاي تعمل المره الجديده. متنساش تدعمنا بلايك واشتراك وكومنت حلو تصلي فيه على النبي والسلام.